السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي. رجعت لكم النهارده بقى بيوم جديد وفيديو جديد، وتعالوا بينا نشوف الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ايه النهارده. الفيديو بتاعنا بقى مليان فوسفور. ده فوسفور الغلابة 15 جنيه الكيلو، 15 جنيه. هتأكلي العيلة بتاعتك كلها وهتعملي احلى صينية في الدنيا. جبت بقى النهارده من السوق كيلو كده من البسارية، اللي هي سمكة البسارية ديت، تحفة كده وجميلة. فانا كنت كل مرة بقليها، فالمرة دي قلت انا هعملها كده بقى بفكرة جديدة واحطها كده في الصينية تبقى طعمها حلو ومش وحشة يعني. فجبت كده الاول البسارية بتاعتي، غسلتها بدقيق وليمون وملح ونضفتها كويس وخليت ريحتها قشطة كده، ونزلت منها كل الحاجات الوحشة اللي فيها. بس ما بنضفهاش، مش بقطع الدماغ بتاعها، انا بعملها كده زي ما هي. وقت الاكل بنبقى نقطع الدماغ نرميه. هحضر لها بقى التتبيله بتاعتها او الفرشه بتاعتها كده اللي هحطها فيها في الصينيه. عباره كده عن بصل وفلفل وليمون وطماطم. جبت كده بصلتين صغيرين قطعتهم في ارضيه الصينيه زي ما انتم شايفين معايا كده، وقرن فلفل برضو وطماطميتين. واهم حاجه بقى تكتري الليمون، هي بتحب الليمون جدا بجد. انا مش عاوزه اقول لكم قد ايه كانت جميله، قد ايه ريحتها كانت قلب الدنيا وطعمها فظيع. رصيت كده طماطميتين تحت وبصلتين صغيرين وكمان قرن فلفل وليمونتين كده، مسكتهم برضو قطعتهم كده شرايح وضفتهم كده ايه في الصينيه ورصيتها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هجيب آه يعني حاجه بسيطه كده من الزيت، وهحطها كده برضو في ارضيه الصينيه، وشويه من الملح، شويه من بهارات السمك، شويه من الفلفل الاسود، شويه برضو توابل كده، بس حاجه بسيطه خالص ما بين صوابعي كده، عشان بس اتبل بيها الخضار ده. لكن لسه برضو هضيف على البسارية بتاعتي وانا برصها في الصينيه. هبدا بقى بعد ما حطيت التوابل اللي قلت لكم عليها حاجه بسيطه بس، باني اتبل بيها الخضار. بمسك بقى البسارية زي ما انتوا شايفين، ارصها فوق الخضار ده كده جنب بعضها، بحيث ان هي تبقى مفروده كده في الصينيه. بس طبعا مش هنقعد بقى نرص واحده بواحده، مفيش وقت. فكنت بشيل كده بايدي وافرد كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين معايا كده. بدأت بقى ان انا ارص الصينية كلها، وبعد ما رصيتها ببدأ بقى اساوي بايديا واشيل كده الحتة اللي فيها سمك كتير، احط في الحتة الفاضية، اخفف كده. وبعد كده بقى حطيت برضو توابل، حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة وبهارات سمك، وشوية كمان من الزيت. وبدأت ارش عليها كده، بحيث ان انا يعني ايه بشيل كده بين ايديا، بحيث ان انا اوزع على الصينيه كلها. طبعا مش هنحط اي توابل بقى تانية، هي الوحيده كده. التوابل اللي حطيناها دي كده كفايه، بتخلي ريحتها فظيعه. بعد كده بقى كمان أنا معايا بصله كده، قطعتها برضو ترانشات كده على وشها، وكمان طماطمايه، وكمان قرن من الفلفل. نفس الخضار اللي حطيناه في تحت البسارية هنحط كمان فوق على الوش بتاعها، عشان يديلها ايه طعم كده ويديلها ريحة حلوة و وبيخليها طعمها حلو يعني. واهم حاجة الليمون، نكتر كده من الليمون. انا حطيت ليمونتين تحت وهحط كمان ليمونتين كده فوق، نفس اللي حطيته تحت هو اللي انا حطيته فوق. وعلى الوش كده بقى هرش برضو شوية كده من الزيت، وبايدي بقى كده هبدا ان انا معلش ان انا سامحوني ان انا بعمل بايدي على الوش كده. بقى هبدا ان انا معايا كده معلقتين، فاكرين الصلصه بتاعه الفته اللي كنا عاملينها مع بعض في الفيديو بتاع الفته؟ كان اتفضل عندي كده شويه صلصه. دي اختياري، لو انت مش عاوزه تحطيها ما تحطهاش، بس انا لقيتهم عندي في التلاجة فضفتهم كده على الوش، بحيث ان هم يدوني ليها لون حلو، وكمان هيخليها ريحتها حلو. شغلت بقى الفرن على درجه حراره عاليه، علشان هي لازم تخش الفرن سخن وما تغيبش في الفرن علشان ما تنشفش منك قوي. الفرن بقى شغال شوايه وشغال من تحت
ودخلت الصينيه بتاعتي فيه، ومش قادره اقول لك انا شم الريحه، والشارع كله عندنا شم الريحه، بجد ريحتها بتبقى حلوه قوي قوي. هبدا بقى اعمل جنبها كده شويه من الرز الابيض. جبت كده مع شويه كده من الزيت، معلقتين 3 من الزيت، سخنتهم كويس ونزلت عليهم كده بالرز، وهبدا ان انا اشوحهم كده كويس مع بعض لحد لما الرز ينشف من ميته خالص. عندي كده معلقتين قشطه كده في التلاجة، قشطه وش اللبن، دي اختياري، لو انتي مش عاوزه تحطيها ما تحطهاش، هتحطي بمكانها معلقه من السمنه، بس انا يعني حطيت معلقتين من الزيت وقلت بقى ايه مش هحط سمنه، وكفايه معلقتين القشطه اللي انا هحطهم دول. وهبدا بقى ان انا اقلبهم في الرز، وهتسخن بدرجه حراره الرز طبعا وتسيح. افضل اقلب فيهم شويه كده حلوين، وطبعا مننساش الملح، نظبط الملح اللي احنا عاوزينه، ونقلب فيها كده شويه حلوين لحد لما الرز يتشرب ويتغلف كده بالقشطه والزيت. هنزل عليه على طول بالميه بتاعته واسيبه على نار عاليه لحد لما يبدأ ان هو يغلي ويشرب ميته. هنقله على نار هادي. زي ما انتوا شايفين كده الرز بقى زي الفل. نقلته بقى على عين الصغيرة وهديت عليه النار، وسيبته بقى لحد لما يرد كده في بعضه ويكمل سوا على الهادي. صينية البسارية بقى بتاعتنا خدت لون حلو قوي من تحت زي ما انتوا شايفين ومن فوق، وخلي بالك علشان ما تنشفش معاكي. معلقتين الصلصة اللي حطيناهم على الوش ده مدين لها طعم ولون جميل جدا وريحة مش قادرة اقول لكم عليها. بجد شايفين بقى شكلها يفتح النفس وطعمها خطير جدا. جربوها وقولوا رايكم عليها في التعليقات. ما تنسوش بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. لحد كده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع الف سلامه.